النهارده بتفرج على الماتش، احنا زينا زيهم، مفيش فروقات، مفيش امكانيات، مفيش حتى اللعيبه عارفه تباصي. دي كارثه. الموضوع ده بقى غريب جدا يا جماعه، بجد حقيقي بصراحه. لعيبه بتلعب في انديه في الدوري الممتاز، سواء بقى لعيبه اساسيه سواء لعيبه احتياطي، ما شاء الله كل اللعيبه دي بتلعب انديه، اللي بيلعب في الزمالك واللي بيلعب في الاهلي واللي بيلعب في المصري، على مستوى الانديه اللي في مصر يعني. دي حتى لو اللعيب مش بيلعب اساسي بيبقى احتياطي، بيلعب فريق اول، بيلعب درجه اولى. معظم اللعيبه اللي موجوده بتلعب درجه اولى يعني. تخيلوا النهارده احنا ما شفناش خطه، ما شفناش باص، كل واحد بيلعب في مكان لوحده، كله بيلعب في حته لوحده، مفيش انسجام، مفيش شكل. يعني حتى لو انت الاداء بتاعك وحش او الشكل، بيبقى حتى عليه على الاقل حتى تقف صح. كل واحد بيلعب لوحده، تحس ان كده مفيش روح ما بين اللعيبه وبين بعض. كل واحد بيلعب لعب عشوائي. شفتوا انت لما بيجي مثلا يبقى في اختبارات اللي هي المراحل السنيه الصغيره، كله بيجري ورا الكوره، هو ده اللي بيحصل النهارده. كل اللعيبه بتجري ورا الكوره، كل واحد عايز ياخد الكوره، عايز يرقص، اللي عايز يعمل، اللي عايز يعمل كروس، واللي عايز يعدي. مفيش شكل يا جماعه. الواحد اول مره يسمع عنها. يعني انت المفروض الماتش ده يخلص 2-3 ومفيش حتى مستر ميكالي، ما شفنالوش بصمه النهارده، ما شفنالوش بصمه حتى. يعني المفروض انت بتلاعب فرقه النهارده، الفرقه دي تخسر 3 وانت مستريح كده مع الامكانيات بتاعتك ومع المستوى مع اللعيبه اللي موجوده، تكسبهم 3 وانت مستريح. احنا لازم نخش في حسبه بيرما، لازم يبقى في حسبيه. ما ينفعش منتخب مصر ما يخشش في الحسابات. انت عندك الماتش اللي جاي هتلاعب اوزبكستان، منتخب اسبانيا كسب اوزبكستان. والله الواحد يعني مع احترامي المنتخبات المفروض ان انت اعلى منها بكتير جدا، كسب 2-1 يعني بالعافيه. يعني انت الماتش اللي جاي اصعب، وبعد كده هتلاعب منتخب اسبانيا. طبعا طبيعي ان انت منتخب اسبانيا اقوى منك وفارق عنك، بس بالمستوى اللي احنا شفنا ده انت وارد ان انت ممكن ترجع. على المستوى اللي احنا شفناه النهارده انت كده راجع، انت خلاص اول طياره انت راجع عليها. هل اللعيبه دي راح تتفسح يا جماعه؟ يعني احنا حتى لما قلنا منتخب الاولمبي قلنا عشان خاطر نفسنا نشوف الاجواء تاني والكوره تاني ترجع والاسم تاني يرجع. احنا كده رايحين بالشكل الاداء ده اللي احنا شفناه، احنا واخدين اول طياره وراجعين على القاهره. اول طياره. هل ده ينفع؟ هل اللعيبه الكبار اللي موجوده ده ينفع؟ هل ده مستوى يليق بمنتخب مصر الاولمبي؟ اصل انت مش موضوع منتخب مصر الاولمبي ولا حاجه، انت بتمثل منتخب مصر وبطوله مهمه جدا والعالم كله بيتابعها. الشكل العام النهارده لازم يبقى فيه، اللعيبه لازم يبقى في يعني حماس اكتر من كده. اللعيبه النهارده لا مبالاه، مريحه. بقول لكم حتى الباص مش عارفين نباصيه. هو ده المستقبل، ده احنا قايلين ده منتخب الاولمبي المفروض هو المستقبل اللي جاي. انتوا متخيلين المستقبل عامل كده؟ ده مستقبل مظلم كده، ده ما يبشر، ما فيش اجواء مبشره. يعني انت عايز تلعب منتخب اول ازاي؟ ما هو ده يا جماعه ده اللي جاي. تخيلوا بقى الشكل ده، هو ده المنتخب الاول اللي جاي، اللي هو اللي جاي بعد الفتره اللي جايه كمان 4 سنين. بالمستوى ده كده ما عندناش جيل طالع، ما عندناش جيل طالع. هل ده ينفع؟ هل لعيبه مبسوطه بالكلام ده، ولا كل واحد عشان خاطر عنده بيدج وعنده اكاونت وعنده ناس بتدافع عنه في الاخر مستوى زيرو، مستوى صفر، مستوى اداء صفر؟ ما يعني ممكن ما نتكلمش كده، بس نشوف اداء، نشوف وقفه، نشوف روح، نشوف يعني ايه محاولات. احنا النهارده ما فيش محاولات. النهارده اللعيبه بتلعب كانهم بيلعبوا ماتش ودي. ده اسهل ماتش بتلعبه النهارده، اسهل ماتش. انت الماتش اللي جاي بتاع اوزبكستان اصعب لان هو برضه عايز يكسبك عشان برضه يعدي المرحله. فانت صعبت الامور، وبعد كده هتلاعب منتخب اسبانيا برضه الامور صعبه. احنا لازم نخش في حسبه بيرما، لازم. اللعيبه الكبار اللي موجوده احنا مش رايحين. يعني بصوا يا جماعه احنا الثالث، يعني اسبانيا بعد مين اللي بعد اوزبكستان؟ الدومينيكان الثاني واحنا الثالث، وبعد كده اوزبكستان الرابع. طب يعني يا جماعه ده كده حسبه مختلفه شويه. انت انا بقول لك انت بالشكل كده الامور اتصعبت عليك. ما ينفعش يا رجاله، ما ينفعش يا مستر ميكالي. اتحاد الكوره لازم يوصل رسالته ان الشعب المصري غضبان.
الناس بتتكلم معايا متابعه النهارده، كل المصريين كلهم بيتابعوا. الناس بتتكلم على الاداء، مفيش حد حتى مميز النهارده، كله شبه واحد من اول اللعيبه الكبيره لحد اللعيبه الصغيره. مفيش ايه، هو خلاص بقى الموضوع كده ساعه عشان ما بقاش فيه حساب. هتتحاسبوا على فكره، وكل ده محسوب عليكم. وفي الاخر البطولات اللي زي دي هي اللي بتعمل لك مستقبل. لو ما ظهرتش كويس مش هتجيلك فرصه. هي الحاجات دي اللي بتعمل تاريخ ليك وبتعمل لك وبتنقلك نقله تانيه، سواء مع ناديك سواء مع المنتخب الاول. بالشكل ده كده مفيش ولا لاعب يصلح ان هو ينضم للمنتخب الاول. ما ينفعش، لازم يبقى في تركيز اكتر من كده. لازم الجهاز الفني يقعد مع اللعيبه يحسسهم بقيمه المنتخب، بقيمه الموقف اللي هم فيه. الناس ما تفتكروش ان الناس مش متابعه، لا المصريين كلهم بيتابعين اي حاجه تبع منتخب مصر. الناس كلها بتتابعها، سواء كان منتخب شباب سواء منتخب اولمبي او منتخب مصر الاول. الناس بتتابع، الناس بتحب الكوره، واسم منتخب مصر مرتبط بالناس على فكره، مرتبط بالجماهير. سيبكم من الانتماءات والحاجات دي، منتخب مصر اهم لكل الناس. فنتمنى ان احنا نشوف اللي جايه قدامنا ماتشين، لا نشد حيلنا شويه. الموضوع مش سهل، ما تفتكروش ان الموضوع سهل كده خالص يعني بصراحه انا كنت متوقع النهارده ان انا اشوف حتى اللعيبه بتموت نفسها عايز تثبت وجودها. مفيش، مش مدينا الايحاء حتى واحنا بنتفرج. حتى والله وانا بتفرج مع الناس قاعده جنبي مفيش اي اداء. الناس مستاءه جدا، والناس غضبانه، والناس زعلانه. بصراحة يا ابراهيم يا سعيد، والله العظيم بقت حاجة تقرف، بقى شيء غريب جدا. منتخبات مصر سواء المنتخب الكبير او حتى المنتخب الاولمبي، احنا مش عارفين، في مليون علامة استفهام. اداء هزيل جدا. باللعب منتخب يا جماعة، قسما بالله انا ليا اكتر من 40 سنة بشجع كورة وبتابع كورة، عمري ما سمحت عنه لا في قرعة بطولة ولا في بطولة ولا في اخبار رياضية ولا في اي شيء. بتلعب منتخب اول مرة في التاريخ ينذكر في اي برنامج رياضي او في اي حاجه مستوى العالم كله، ورغم ذلك حالتك مايله، ورغم ذلك سنتك سودة، ورغم ذلك بتتعادل معاه، ورغم ذلك لعبتك في غيبوبه، ورغم ذلك حاجه تكسف. منتخب المغرب بيلعب مباراه اسطوريه ضد الارجنتين وبيكسب، ومنتخب العراق بيكسب، وانت منتخب مايل، وانت منتخب سنتك سودة، وانت منتخب عمال تصرف ملايين وجايب مدرب من البرتغال، وسنتنا سواد السواد، ولا عارفين نلعبوا كوره ولا عارفين نكسبوا مباريات، وعمالين نقولوا مجموعه سهله، وعمالين نقولوا ده هيبقى اسهل ماتش في البطوله، وعمالين نقولوا قال ده فرصتنا كبيره نصعدوا وناخدوا قال الاولمبيات او نصعدوا لقبل النهائي، واحنا سنتنا سودا يا جماعه. قسما بالله احنا ما عندنا كوره. ولك حق يا ابراهيم يا سعيد في كل كلمه بتقولها عن زيزو. زيزو في الدوري المصري بيشوط ضربات جزاء وبيجيب ضربات جزاء وهميه، هو ده اللي بيعمله. اول ما بيروح مع المنتخب الكبير او منتخب اولمبي ما بيبقاش في لاعب كره خالص، بيبقى زي رجب طيوزه بكل اسف، ملوش اي لازمه لا في منتخب اولمبي ولا في منتخب كبير. حاجه تقرب بجد يا جماعه والله العظيم. احنا كمشجعين للمنتخب تعبنا، احنا بقينا مكسوفين قسما بالله. يعني على مواقع التواصل الاجتماعي تشوف المغاربه رابع العالم المنتخب الكبير، النهارده منتخب اولمبي يشرف بيغلب الارجنتين، واحنا سنتنا سودا باللعب ومركز شباب يا جماعه. قسما بالله انا ما عارف اسمه، الدومونيك ولا الدومونيكان ولا حاجه ولا ايه، الواحد خايف ينطقوا كلمه قله ادب. عيب بقى يا جماعه، عيب يا ناس اللي بيحصل فينا دي. الناس وبعدين يقول لك ايه، لا ده مدرب المنتخب الكبير اللي خزوقنا وهياخد عقده كامل مش عارف كام مليون جنيه. قال لك لا بس جابوا مدرب المنتخب الاولمبي، ده مدرب عالمي، ده مدرب له رؤيه نهائيات، طلع اسود وانيل من مدرب المنتخب الكبير. هو في ايه يا جماعه؟ الناس هو احنا مضحكه يا عالم؟ هو احنا بقينا مضحكه؟ هو منتخب مصر ده والمسؤولون عن الرياضه المصريه احنا بقينا مضحكه ومهزله في وسط شعوب العالم وفي وسط القرى العالميه؟ اللي بيحصل لشعب مصر ده عيب والله العظيم. المسؤولين الرياضيين في مصر قسما بالله بعد الاولمبيات ديت المفروض اللي غلط يتحاكم، عشان لو عاوزين كوره بقى بجد وعاوزين رياضه بجد
في جميع المجالات. لو الناس دي ما اتحكمتش والناس دي ما اتحاسبتش هننزلوا قاع المحيط اكتر ما احنا في كرة القدم وفي الرياضة. كده عيب وكده ما ينفعش. واللي بيحصل ده حاجة يعني جبتوا لنا احباط، والله جبتوا لنا احباط. قالوا احنا قاعدين بقى نقول الدومينيك وهنفوزوا 5-6 وهنعملوا ماتش وهنبقوا عالميين في الاولمبيات بقى وهنصعدوا وهنعملوا وزيزو معانا والنن معانا ولاعيبتنا، وبعدين لاعيبه اوروبا ولاعيبه مش عارف ايه طالعين من بطوله اوروبا وبطوله امريكا الجنوبيه للكبار رايحين ولا مشاركين واحنا هنكسروا الدنيا. يحصل كده؟ انا مش عارف والله العظيم. احنا زهقنا واتخنقنا وقرفنا من المنتخب الكبير ومن المنتخب الاولمبي ومن منتخب الشباب وكل المنتخبات. اخر 15 سنه ما فيش كره خالص ولا في نتائج خالص ولا في اداء خالص، وفي ملايين بتنصرف من دم الشعب عليهم وخلاص. انما مش عارف في ايه، مش عارف نعمله ايه. طيب والله العظيم الواحد شاف المغرب النهارده بيتحصر، الواحد شاف العراق النهارده بيتحصر، واحنا لا دم ولا كرامه ولا مجهود ولا احساس بمسؤوليه في الملعب ولا اي حاجه خالص. تدني مشهد ومنظر واداء متواضع من الجميع. تاني بعد الاولمبيات الناس دي لو ما اتحاسبتش هنتنونا بقى في الوضع اللي احنا فيه ده ل 2050 ان شاء الله. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.